السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام أصدقاء البرنامج أينما كنتم. من هنا من قرية بدال الحبيبة في شمال شرق مكة المكرمة، أسعد الله صباحكم. نعود إليكم من جديد في فقرتكم الجميلة التي نالت على إعجاب الجميع، والتي كانت من الحكم والأمثال. في أول حكمنا في هذا الصباح الجميل يقول أحدهم: يصدي الحديد إذا لم يستخدم، وكذلك يركض الماء إذا لم يتحرك، وكذلك عقلك أنت يتربس إذا لم يفكر. فكر بارك الله. وكذلك يقول أحدهم: لا يؤسفني أنك كذبت علي، ولكن يؤسفني أنني لن أصدقك مرة أخرى. يا الباير. لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم، لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون. امشي لحالك، امسك الردمية بعض الأحيان. وفي آخر حكمنا في هذا الصباح الجميل يقول: أكثر الناس قدرة على إسعاد أنفسهم هم الذين ينظرون ما في أيديهم وليس بما في أيدي الآخرين. عاين بما تملك، فأنت تملك كنزا عظيما غيرك لا يملكه، وبلا شك تستمر الحياة. وإلى هنا سادتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية فقرتنا في هذا الصباح الجميل، ونتمنى لكم يوما سعيدا وكذلك صباحا سعيدا، وبلا شك تستمر الحياة. نختم فقرتنا الصباحية ببيت لشاعر الحكمة الشاعر عبد الله الطلحي، يقول: ما فيه مثل العافية ستر غناه، إن جات للمسلم تراها كافية. كم واحد يطلب ملذات الحياة وإذا مرض ما يطلب إلا العافية. نلقاكم على خير، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.